And it goes a little something like وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم رابط قوي والانستا في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا بميزة تشكرات تحت الفيديو. يلا نبدأ فيديو النهاردة مع بعض. الجزء الثالث والاخير بيبدأ لما بيرجعوا البيت سوا ويجيب لها واين كوب ماء ويقول لها الا تريدي ان تقولي لي اي شيء اخر؟ فتقول له اذا قلت لك هل ستصدقني؟ فيقول لها انا فقط اريد ان اعرف الى اين ذهبت الليلة الماضية. فتقول له انا ذهبت الى فندق، وتبكي. فيقول لها نوان انا لا احقق معك على الاطلاق. فتقول له واين انا لم اريد ان اقول لانني لو قلت محدش هيصدقني. فيسكتها واين ويقبلها، وبعد شوية تنام نوان ويبص عليها واين ويبتسم ويطلع ويديه المساعد ملف ويفتحه ويبص فيه ويقرأه ويقوله هل انت متأكد من الكلام ده؟ ويقوله طبعا الحادثة دي خلف كواليس كان فيه يوجد السيد كويوان. فيقول له معقول كويوان مرة أخرى؟ فبيقول له أيوة. ويقول له يوجد شيء آخر أخبرني به الأقارب البعيدين لعائلة كو، أخبروني إن هو اختلق عذر لعائلة كو، دخل منزلهم ثم اغتنم فرصة للحصول على ممتلكاتهم، على ممتلكات عائلة كو كلها حتى والدة السيدة، قام بأخذ كل شيء منها، ذلك بالقول السيدة هي السيدة الكبرى في عائلة كو. فيتعصب واين ويقول إن هو فاسد وواقح. وتاني يوم الصبح واين قاعد بتيجي نوان تحضنه وتقول له حبيبي، ويقول لها نعم، وتقول له ما هذا؟ فيوريها المجلة وعليها صورة تصميمها ومكتوب تصميم الآنسة نوان، وتفرح وتقول له يجب أن أذهب إلى المشفى الآن لأطمئن على أمي، لكن أنت لديك اجتماع مهم لا تتأخر. فيقربها منه ويقول لها حسنا يا سكرتيرة نوان لا تقلقي. فتلعب في شعره وتسيبه وتطلع وتركب العربية ويرن عليها رقم غريب وترد، وتكون الممرضة اللي تقول لها أنسة نوان لقد بحثت عن والدتك في كل مكان إنها ليست هنا، هل أنت قمت بأخذها؟ فتقول لها ماذا؟ هل تسأليني أيضا؟ وتقفل وتقول له كنت سريعا. وتظهر عربية وراهم بتراقبهم وماشية وراها. وفي الاجتماع بيقولوا ان هم عاوزين يعقدوا مؤتمر صحفي، ويقولوا تمام. بيرن هاتف الرئيس في الوقت دوت ويقول عذرا، ويرد ويقول مرحبا سيد واين، ويسمع صوت صريخ نوان في كل مكان ويقول نوان نوان ماذا يحدث؟ اين انت؟ ويقوم ويجري من الاجتماع. وتظهر نوان اللي مخطوفة ومربوطة في مكان مهجور، ويظهر السيد كو واقف قصادها وبيضحك، وتخاف هي وتحاول ان هي تفك نفسها، ويضحك هو ويقول لها دعيني أرى من يستطيع مساعدتك الآن. وتزعق هنا نوان وتقول له كو أين أمي؟ فيضحك ويقول لها بالطبع لن أقول لك أين هي، لكن لا تحزني الآن أنا سأتخلص منها وأنت سوف أتخلص منك قريبا وتصبحي معها. فتتعصب وتقول له أنا سوف أتخلص منك. فيقول لها تتخلصي مني أنا؟ لا تقلقي منقذك سوف يأتي بعد قليل، السيد واين سيأتي لأقوم بالتخلص منكم انتوا الاتنين معا. فتقول له أنت ألا تخاف من أحد؟ فيضحك ويقول لها خوف؟ أنا السيد كو لقد فعلت أشياء كثيرة وواجهت أشياء أكثر، لكني لم أخاف أبدا لحد اليوم ده. ويقفل فمها ويبدأ يدلق مادة حوالين منها وهي خايفة جدا. وفي الوقت دوت يدخل واين على لينغ اللي تخاف وتقوله أنت ماذا تفعل هنا؟ ويمسكها ويقول لها اخبريني الآن أين نيوان؟ فتقول له هي مش معاك طول الوقت، انا ايه اللي هيعرفني؟ فيقول لها خطط والدك السيد كل شيء، سلب ممتلكات العيلة وحاول ابعاد نوان قبل 5 سنوات ايضا، وعندما لم ينجح اجبرها على السفر للخارج، والان هي عادت، لذلك انتم خائفون من ان تكتشف الحقيقة، حقيقة سركم ولعبتكم القذرة. الشخص الوحيد اللي عاوز نوان تختفي اكتر من غيره هو انت ووالدك. فتقول له هذا كلام فارغ. فيتعصب ويقول لها اسألك للمرة الاخيرة اين نوان؟ فتقول له انا لا اعرف، ابي قال لي فقط ان هو ذهب الى المستودع في الجبل الخلفي. فيطلع يجري واين ويروح المستودع ويلاقي نوان هناك ويقرب منها ويقول لها نوان هل انت بخير؟ ويفتح فمها وتقول له واين اجري من هنا بسرعة، كو هنا لديه مؤامرة، هو من احضرك الى هنا؟ ولسه هتكمل يدخل كو ويقول واين، ويقوم واين مخضوض ويقول كو كل من يعرف الحقيقة هذه المرة يجب ان اجعله يصمت ويختفي الى الابد، وانت عرفت الحقيقة يا واين. ويرمي اللي في ايده ويتصدم واين. وبعد شوية يظهروا في المستشفى وواين قاعد جنب نوان مستنيها تصحى، وتبدأ هي تفتح عيونها ويقول لها نوان هل أنت مستيقظة نوان؟ وتقول له واين وتقوم مفزوعة وتقول له كو، ويقول لها لا تقلقي لقد أبلغت الشرطة عنه وأمسكوه بالفعل هو ولينغ.
فترتاح وتقول له لكن والدتي، فيقول لها العمة لقد أخذتها ونقلتها وإنها في نفس المشفى الآن معنا، أنت الآن استلقي يا نيوان، السيد كو كان يخدعك كل هذه السنين. وتقول له حسنا كيف حال والدتي الآن؟ فيقول لها ان الطبيب القديم كان بياخد فلوس من لينغ، لذا العمة ليست بصحة جيدة. فتتعصب نيوان وتقول له انها تلك الفتاة المجنونة مرة اخرى. ويقول لها في الحقيقة هناك شيء آخر أريد أن أخبرك به. فتقول له ماذا حدث؟ لكن فجأة بتتعب أم نيوان وياخدوها بسرعة على الغرفة، وتوقفهم الممرضة وتقول عائلة المريضة ينتظروا هنا. وتبكي نيوان ويقول لها واين نيوان لا تقلقي. وتقول له كيف لا أقلق؟ أمي هي كل أقاربي في الحياة، لا يوجد لدي أحد غيرها. فيحضنها ويقول لها لكن أنا لازلت معك. فتقول له واين هل أنت تشفق علي؟ فيقول لها نيوان تبدين نسيتي حقا، قبل 5 سنوات نحن تقابلنا. ويفكرها لما كان ماشي حزين واتخبط فيها، وتقول له أسفة ويقول لها عذريني، ويبص في إيده ولسه هيمشي، فتقول له انتظر لحظة، وتلف إيده وتبص على ملابسه وتفهم إن هو في شخص قريب ليه متوفي. وتقول له أنا لا أعرف إذا كان ذلك سيريحك أو لا، لكن لا تحزن كل شيء سوف يمر. وتفكر نيوان وتبص له بحزن. وفجأة تطلع الممرضة وتقول لقد تخطينا مرحلة الخطر، يجب أن نطمئن عائلة المريضة. ويفرح واين ويقول ذلك رائع. ويقول لها نيوان هل تتذكري تلك الجملة الآن؟ عليك أن تثقي بي، بغض النظر عما يحدث سوف يمر. فتقول له أنا أسفة. فيقول لها نيوان من الآن فصاعد عليك أن تديري عائلتك بشكل جيد، والباقي من حياتك أنا هنا موجود معاكي، لا تقلقي. ويحضنها ويخرجوا من المستشفى سوا. ويقول لها أنا سأذهب وأحضر السيارة، فقط انتظريني هنا. ويمشي ويظهر شاب ويقول لها خطيبتي؟ وتقول له ماذا يو؟ مين خطيبتك؟ خطيبتك هي الآنسة لينغ، لست أنا، والآن هي في السجن. فيقول لها أنا لدي عقد زواج مع عائلة كو، كل شيء في السابق كان مزيف لكن الآن ليس كذلك، وأريدك الآن أن تكوني مسؤولة يا نيوان. فتقول له أنت ماذا تقول؟ فيقول لها أن عائلة كو تواجه فضيحة الآن، هل من الممكن ألا تكوني تريدي مساعدتهم؟ ويقرب منها ويقول لها أنت فتاة طيبة يا نيوان، لا تقلقي، أنا أعرف حقيقة عائلة كو، لقد كنت أمزح معك فقط. ويبان إن واين شايفهم. وترجع البيت نيوان مع واين وتقول له انتظر سأعد بعض العشاء لنا. فيقول لها وهو متضايق لا تزعجي نفسك، لا أريد أن أكل حتى. ويمشي ويكون غيران وتتنرفز نيوان جدا. وتاني يوم يحضر واين الشنطة وتقول له نيوان ماذا تفعل؟ ويقول لها أنا سوف أسافر. وتقول له أي سفر؟ هل أنت مازلت غاضب مني؟ أنا حقا لست على أي علاقة به يا واين، لا تقلق. فيقول لها حسنا وأنا أيضا لم أفعل شيء خاطئ، سأذهب للعمل. فتقول له هل أنت تحاول أن تغضبني أليس كذلك؟ أنت تفعل ما تريد أن تكون بعيدة عن نظري، لذا سأفعل أنا كمان ما أريد. فيقول لها ماذا؟ يبدو أنني لا يجب أن أكون لطيفا معك أكثر من كده. وتقول له أخيرا فهمت سبب غضبك الغير مفهوم تلك الأيام، أنت تغير عليا. فيقول لها نيوان أنا حقا أحبك، ويقبلها. وهنا نكون خلصنا أحداث المسلسل. أتمنى يكون أحداث الجزء الثالث والأخير عجبكم، أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عاوزين ملخص مسلسل جديد على القناة ما تنسوش توصلوا الفيديو ل1000 لايك في أسرع وقت ممكن. وقبل أي حاجة ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عيلتنا الجميلة فرد جديد. ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت أجمل عشان نستمر ونقدم أكتر. وبس يا حلوين، أسيبكم مع تعليقاتكم الحلوة زيكم، بحبكم أوي، شكرا لكم جدا. أشوفكم في فيديو جديد، باي باي.